لدعم. وأيضا أرحب بضيفنا الأستاذ الزميل حميد مراد، ممثل عن المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان، وأيضا ممثلا عن الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في أمريكا. شكرا، أهلا وسهلا بالجميع. شرفتنا. أهلا وسهلا. شكرا. أهلا وسهلا. المؤتمر يعقد بمن حضر، يعني احنا ما عندنا قوام للمؤتمر. المؤتمر ولجان او الهيئه اللي تشكل بما موجود، وشرعيته يكسبها من خلال الزملاء الحاضرين. يعني ما عندنا احنا عضويه، واكو في التغييرات انا راح اتحدث عنها بالنظام الداخلي تبرر هذا الهدف بعد ما ناقشته الهيئه الاداريه. راح نشكل فد هيئة تقوم ب يعني رئاسة لهذا المؤتمر، وأنا أقترح أن تكون الرئاسة يعني تكون أنا راح أكون واحد من هذه الرئاسة، وأرشح زميلنا أيضا مديح باعتباره يعني راح يكون ماسك لكل المقترحات والبرقيات اللي راح تطرح. وأيضا أقترح زميلنا عصام أبو علي اللي هو يعني بالحقيقة زميل خبير مخضرم بمثل هاي المؤتمرات، يعني عنده فد باع طويل في الجمعيات العراقية والجمعيات الطلابية، وينورنا بكثير بالأمور الأصولية في عمل وإدارة هذه الجلسات. بس قبل هذا وذاك أنه الهيئة الإدارية اللي موجودين أغلب أعضائها الآن، عندنا عضوين بالحقيقة ما التحقوا بنا لأسباب. السبب الأول زميلنا علي اللي موجود في مونتريال مرتبط بعمل اليوم، وزميلنا الآخر زيد يعني عندهم حفل زواج اليوم، وهو في البدء من البدء اعتذر من حضور هذا المؤتمر، بس احنا ارتئينا أن نمضي قدما بهذا المؤتمر. الوثائق اللي موجودة طرحت من فترة غير قصيرة، يعني ناقشتها الهيئة الإدارية في اجتماع سابق، وتم الاتفاق على إنزالها في صفحة المركز، وأيضا أرسلت على أغلب الإيميلات والتكست مسج للزملاء لدراستها. فما أتوقع أنه إحنا راح نبذل جهد أو وقت في قراءتها على الحضور. النقاش راح يكون على ما درستوه ومع الوثائق اللي وصلت لكم. المركز زملاء اللي حاضرين لأول مرة أنه تشكل في 2020 لحاجة كندا أن يكون هناك مركز حقوقي، بعد أنه تعثرت الهيئة السابقة اللي كانت تقود الجانب الحقوقي والإنساني في كندا، وبذل أعضاء المركز محاولات في إعادة الروح لهذه الجمعية اللي كانت اسمها الجمعية الكندية لحقوق الإنسان، ولكن للأسف فشلنا. فارتئينا أنه نطلق مركز آخر بتسمية أخرى، والمبادرة بالأساسية بالحقيقة كانت بمبادرة من الراحل الدكتور كاظم حبيب، يعني تحدث ويا زميلتنا ماجدة وتحدث معي، واقترح أنه نبذل جهد وبمساعدته وبمساعدة زميلنا حميد أنه نحيي فكرة إقامة منظمة حقوقية ليست جمعية خيرية. يعني المنظمة ما تقوم بجمع تبرعات إلا ما ندر في دعم
المحتاجين بالعراق. فلذلك الهيئة الإدارية اعترضت في حينها أن نكون حساب للمنظمة ويكون حساب جاري، وبالتالي على ضوء إذا تم تشكيل مثل هذه الخطوات راح يترتب عليها أنه نقدم بشكل دوري تاكس. فارتئينا أنه المنظمة أو الهيئة أو المركز مثل ما العفو أنه يكون بصيغته الحقوقية، وإذا كانت أكو حاجة لجمع تبرعات لبعض العوائل تجري بشكل على نطاق خاص بين الأصدقاء ومؤيدينا. وفعلا جرت بهذه الحالة أنه أرسلنا ل3 مرات لحاجات معينة أبان الانتفاضة لعوائل شهداء استشهدوا بقوات برصاص الغدر من المنتفضين في انتفاضة تشرين. المركز أيضا يعني عنده صلات وعلاقات جيدة جدا مع منظمات كندية، من ضمنها هيومن رايت ووتش، ومن ضمنها منظمة حقوق الإنسان، وأيضا عندنا علاقات طيبة مع منظمة حقوق الإنسان في إيران، عندنا علاقات طيبة مع منظمة العدالة من أجل الحقوق للدفاع عن غزة. هذه كلها منظمات كندية. وأيضا المركز عضو فاعل في المنتدى العراقي لحقوق الإنسان. هذا المنتدى يضم يعني أكثر من 15 أو 14 منظمة، بعضهم بالخارج وبعضهم بالداخل. وعلى ضوء نشاط هذا المنتدى استمدينا كتابة تقرير المركز عن حقوق الإنسان. تقرير المركز اللي بين أيديكم تم تثبيته على ضوء معطيات وتقارير دولية تتعلق بحقوق الإنسان، وهي نظرة المركز لحالة حقوق الإنسان بالداخل. في اجتماع الأخير بالهيئة الإدارية ارتأوا أعضاء المركز وباستشارة من زملاء في منظمات أخرى شقيقة أنه منظمات الحقوق الإنسان ما عندها أسس لبناء العضوية. يعني كان المركز أكو فقرة أنه اللي ينتمي للمركز يجب أن يقدم طلب، وهذا الطلب يزكي شخصين، وعلى ضوء أنه يقبل أو ما يقبل. هذه ليست منظمة حقوق الإنسان ترتكن على هيك بنود، هذه منظمة حزبية تكون. فالمركز يعمل بمؤيديه بقراءه وبمتابعيه. نحن عندنا صفحة وعندنا تواصل مع منظمات ومع أشخاص يصلون إلى أكثر من 4000 شخص، وبياناتنا من نرسلها نرسل نسخة من عندها لزملائنا في المنتدى، وهم بدورهم عندهم صفحات أخرى ممكن أن يعني يسووا لها شير. فلذلك كل ما يتعلق بالعضوية من مواد أخرى تم حذفها. السؤال اللي يطرح من أكثر من زميل: لماذا لم يقدم نظام داخلي جديد؟ ارتئينا أنه من خلال هذا الحديث ومن خلال هذا النقاش ومن خلال نقاشكم ممكن أن نستخلص النظام الداخلي اللي نسعى إليه، اللي يعتمد على المؤيدين والمتابعين. بياناتنا نرسلها إلى جهات رسمية عراقية تتعلق بالحكومة العراقية من خلال الإيميلات، تتعلق بالبرلمان، وبعض البيانات التي تستدعي تحشيد الرأي العام الأمريكي أو الكندي. عندنا زميلين بالمركز متخصصين، اللي هو زميلنا الدكتور زيد وزميلنا الدكتور يقظان، يقومون بترجمتها. جميع مقررات وأدبيات ونشرات المركز تصدر بالإجماع.
لا يتحمل سكرتير أو المنسق العام في إصدار البيانات لوحده. ينزل مقترح، وكونوا على ثقة أنه التدقيق يصل إلى حد دورات أنه أقول له الزملاء المقترحين أو اللي يناقشون هاي المادة أو الفقرة أن يقترحون الفقرة المناسبة، لأنه دورات أنا أعجز من أصل للصيغة المناسبة اللي يتوافق عليها جميع الزملاء. وبالتالي جميع القرارات وجميع البيانات التي تصدر بالإجماع. المركز عنده علاقات مع أغلب منظمات الجالية العراقية في كندا، وغالبا ما نصدر دورات بيانات بيها أكثر من 13 منظمة. ويتذكر الزملاء اللي كانوا يشتغلون في ناشطون والزملاء اللي يشتغلون في الجمعية العراقية، كثير من البيانات وقعوا عليها أكثر من 13 أو 14 منظمة استدعت الوقفة الجيدة. وغالبا ما زميلنا موفق وآخرين وصلوا للسفارة العراقية وسلموا هذه الوثائق. فعملنا بالحقيقة عمل دؤوبي، ويشهد على هذا التقرير الإنجازي المرفق. توجد نشاطات وبيانات، وعندنا استقلالية تامة عن في إصدار بياناتنا. لا نستلم أي إملاءات من أحزاب أو توجهات. توجهنا الأساسي هو مراقبة حقوق الإنسان والدفاع عن الدستور. نعم، لبعض الزملاء خلفيات يسارية، ولكنها ليست هي أساس العمل وتوجهات المركز. توجهات المركز هي توجهات مدنية، توجهات حقوقية، وتوجهات تتعلق في مراقبة الدستور. ويجوز تلاحظون أغلب بياناتنا تحوي على هذا. هناك تغيير آخر بالنظام الداخلي للمركز. أكو شعار. الشعار يعني من إعداد وتشكيل فنان العراقي الكندي المعروف فراس البصري، اللي بيقبض قبضة ومنتصف من علم العراق والمنتصف الآخر من علم كندا، واسمنا لفوق. أضاف لنا شعار آخر يحمل نفس القبضتين، نفس الفلقتين مالت العلم، ولكن تتوسطى كف على شكل حمامة سلام، وهو أحد الشعارات اللي دعت بها الأمم المتحدة لاحترام حقوق الإنسان عالميا. فتم تبني هذا الشعار، وأنا يعني الآن أطرحه على الحاضرين لكي يزين لاحقا بيانات المركز في الفترة القادمة. أيضا المركز زملائنا مركز يعني مجاز رسميا من الحكومة الكندية، وعندنا محاسب يعني زميلنا أو صديقنا كرم شابة في كل سنة يرسل رسالة لتجديد هوية المركز. فالمركز يعني يعمل بشكل قانوني، وعندنا إجازة به وكل الأصول القانونية، وتجديده يعني في مبلغ بسيط أيضا يدفع كل سنتين للجهة المحولة. يعني هذه المقدمة اللي حبيت أنه أتناولها، وأقترح يعني زميلنا قبل ما نبدأ ب يعني أعمال المؤتمر، أقترح من زميلنا حميد أن يتلو برقيتين وصلت لنا يعني يقدمها لنا، ومن ثم يعني يتحدث زميلنا مديح عن البرقيات والتحايا، وبالتالي نطرح باب النقاش، وأترك يعني
الأمور التنظيمية إذا زميلنا عصام الصفار عنده فشي يعني يحب يضيفه. بس قبل هذا أنه نقرأ البرقيات خاطر نبدأ في أعمال المركز، واللجنة راح تكون مستمرة معاكم في الإجابة على كل الاستفسارات والأمور اللي قد تستجد. وبالرد يعني لا تتوقعون أنه أنا راح أجب على كل الأسئلة، اللجنة موجودة وبإمكانهم أيضا هم يتناولون بالجواب اللي يعتقدون مناسب. مثل ما أشرت، أنا عضو من أعضاء هذه اللجنة، ولكن القيادة لهذا المركز هي قيادة جماعية، لا يوجد يعني سكرتير، أكو منسق يمثل المركز في المنظمات الأخرى وبالمراسلات. شكرا لكم. زميلنا حميد إذا تتقدم تقرأ الكلمتين. زميلنا حميد. يمكن غالق المايك. ها مايك مالته مسدود يجوز. هسه كان موجود. اني ميوت غالق إيه. اوكي هسه جود. اوكي اوكي. نعم. ليا المايك تفضل. استاذ. تفضل نعم. اقرا كلمتين، كلمة المنتدى وكلمة الجمعية. مالت منظمتنا دزيت لكم اياها، يا ريت زميلكم أوكي. يقراها. انا راح اقرا كلمه المنتدى. اوكي موجودة عند الاستاذ مديح. في البدايه طبعا اقول لكم تحيات زملائكم في الجمعيه العراقيه لحقوق الانسان في امريكا، وتتمنى لكم بنجاح اعمال هذا المؤتمر، و تمنياتهم لكم بالموفقيه. اتلو عليكم الان كلمه المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الانسان كلفونا بها الزملاء، وكذلك تحيات الأخوة جميعا في المنتدى ومنظماته، الزميلات والزملاء الأفاضل، رئاسة وأعضاء مؤتمر المركز العراقي الكندي لحقوق الإنسان. تحية طيبة. وبعد، يبارك المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان لكم عقد مؤتمركم الحقوقي الثالث، ونشد على أيديكم وأنتم تحملون مهام تعزيز ثقافة إنسانية تتوشح بهوية حقوقية وطنية، وتمارسون الدفاع عن الحقوق والحريات، حيث أفضل إشكالات التمسك بالقوانين واللوائح في الدولة والمهجر في دول المهجر، وحيث نهج دعم التوجهات أبناء الشعب العراقي بمكوناته وطبقاته وفئاته، وهم يتطلعون لتلبية المسيرة والتقدم نحو أفضل مظلة قانونية حقوقية ينشدونها. عفو. وين شو راح العفو. انت ما عندك موجودة هارد كوفي؟ بس لحظات. أيها الأعزاء في المركز العراقي الكندي لحقوق الإنسان، لقد كان لانتسابكم إلى المنتدى دوره في إضافة قدرات عمل حقوقي مهم لصالح العراقيات والعراقيين من أهلنا في الوطن ومن أبناء الجاليات. ونحن نعتقد بأن المؤتمر سيضفي نهجاً جديداً ليبقى عبر كل تلك المسافات المترامية قوة موحدة الجهود للدعم والتضامن مع شعبنا الذي يعاني اليوم من عقبات في الاستقرار ومن غياب كثير من الحقوق والحريات، بظروف تسلط نهج المحاصصة وانتشار منظومة فساد قادت تشكل الدولة العميقة أو تحتل مواقع تمنحها فرص اعتداء على الحقوق. إننا إذ نحيي مؤتمركم ونتمنى لكم النجاح في استكمال مهامه والخروج بأفضل ما يوفر طاقات العمل
فإننا وإياكم نبقى بأفضل سبل التنسيق وتوحيد الجهود الحقوقية المثابرة لتلبية القيم الإنسانية واستجابة لمطالب الشعب في الوطن والمهجر. تقبلوا فاق الاحترام والاعتزاز المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان في 25/5/2025. طبعا هذا خوش تاريخ لقيته أستاذ سعد، كلش ممتاز، عاش يديدك. شكرا جزيلا طبعا، وكرر التهاني لكم، نتمنى لكم دوام الموفقية والنجاح في أعمال هذا المؤتمر. شكرا. شكرا. أهلا وسهلا. استاذ مديح، اذا يعني زميلنا مديح، اذا البرقيات كثيره وغيرها فقط تشير لها، واللي تستدعي من عندك ان تقراها قصيره لا باس، وبراها والله أقرأها بسرعة. برقية الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية. إلى السيدات والسادة المشاركين في أعمال المؤتمر الثالث للمركز العراقي الكندي لحقوق الإنسان المحترمين، تحية عراقية طيبة. يسر الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية أن تتقدم بالتهاني والتبريكات إلى الزملاء في المركز العراقي الكندي لحقوق الإنسان لمناسبة انعقاد المؤتمر الثالث. إن انعقاد مؤتمركم يأتي في ظل التحديات التي تواجه ملف حقوق الإنسان في العراق. نأمل الخروج بنتائج إيجابية تساهم في إشاعة الثقافة القانونية وترسيخ مفهوم حقوق الإنسان. في الختام نرجو لكم التوفيق والنجاح في مهامكم مع التقدير. شكرا جزيلا. هناك برقيات أخرى، برقية من تيار الديمقراطيين العراقيين في كندا. الزملاء الأعزاء في المركز العراقي الكندي لحقوق الإنسان، تقبلوا منا أحر التحايا بمناسبة انعقاد المؤتمر الثالث لمركزكم، متمنين لكم النجاح الدائم في مهامكم الإنسانية والوطنية. تيار الديمقراطيين العراقيين في كندا. برقية من المركز السومري لحقوق الإنسان. الزملاء الفاضلات والزملاء الأفاضل، رئاسة وأعضاء المركز العراقي الكندي لحقوق الإنسان، نشد على أيديكم وأنتم تعقدون مؤتمركم الثالث. أننا نبارك لكم الخطى المهمة التي تجتهدون في تبنيها. لنذكر لكم أيضا رائع أنشطتكم في التعامل مع القضايا الحقوقية العراقية في الوطن والمهجر، سواء وسط الجالية عندكم أم بمختلف المهاجر التي انتشرت فيها العراقيون والعراقيات، ومعهن العراقيون في رحلة الشتات والمنفى والاستقرار بمهاجر اضطرارية قصية. طبعا تهنئة بالمؤتمر وتمنيات. الأستاذ عبد الرزاق الحكيم، الدكتور تيسير عبد الجبار العالوسي، سكرتير المرصد السومري لحقوق الإنسان. جمعية الرافدين لحقوق الإنسان في العراق تهنئ المركز العراقي الكندي لحقوق الإنسان بمناسبة عقد مؤتمرهم، ونتمنى لهم النجاح والتوفيق. علي حسين عبود الضويهر، رئيس الجمعية. برقية من محمد حسن السلامي. الأعزاء في المركز الكندي لحقوق الإنسان المحترمون، تحية طيبة نتمنى لكم عند عقد المؤتمر الثالث لمركزكم. نتمنى ثانية النجاح والفاعلية والتأثير الأكبر في رصد ومراقبة حقوق الإنسان. هناك برقية من الأمانة العامة لمنظمة الدفاع عن حقوق الإنسان في العراق ألمانيا. الزميلات والزملاء الأعزاء في المركز العراقي الكندي، تنتهز أمرك مناسبة انعقاد مؤتمرك الثالث لترسل لكم أطيب التهاني وأصدق التمنيات بالنجاح والتوفيق في تحقيق أهداف مركزكم في الدفاع عن حقوق الإنسان. دكتور غالب العاني عن أمرك، هامبورغ، في 21/5/2025. هذه أهم البرقيات زملاء. شكرا زميلنا العفو. مديح. الآن يعني أنا بودي إذا يسمح لي زميلنا عصام أنه نشكل فد هيئة اعتماد، إذا أكو فد مقترحات تراقب سير عملية يعني النقاش، وإذا هناك قرارات أو لجنة صياغة قرارات أو توصيات للبلاغ الختامي، هذه راح يعني أنا أقترح فالزميل أو زميلتين يقومون بهذه المهمة. يعني إذا سمحوا لي أنا أن أقترح يعني زميل من الزملاء الحاضرين، يعني ممكن أثبت زميلنا
يعني أبو سما وزميلتنا ماجدة، إذا ماكو اعتراض. شكرا أبو نورس. أوكي، إذن أنا يعني أفتح باب النقاش للنقاش المواد اللي مثبتة للنقاش، اللي هي النظام الداخلي والتقرير الإنجازي. وأنا أعتقد التقرير الثالث هي تقرير عن حالة حقوق الإنسان. يعني ما أعتقد هناك الكثير في نقاشه، وإنما هي هذه محصلات أولية عن حالة حقوق الإنسان اللي موجودة بالعراق واللي ملموسة، وهي مستقات مثل ما أشرت من تقارير ومنظمات عراقية بالداخل ومنظمات دولية. شكرا. أنا أفتح الباب للنقاش، واللجنة لا زالت قائمة لحين ما ينتهي النقاش، ينحل هذه اللجنة ونطرح صيغة يعني الانتخاب هيئة جديدة أو استمرار الهيئة القديمة. هذه مناطة بكم أنتم الآن. وإذا عد زميلنا يعني عصام فد إضافة لا بأس أن ينورنا، لأنه مثل ما أشرت الزميل عنده فد باع طويل في عمله في منظمات ديمقراطية ومهنية. شكرا. اسمح لي زميل الأخو. نعم. اسمح لي أتكلم. اي زميلنا انت الان يمك. تسلم قيادتك. العفو، شكرا. لا ماكو إدارة. هو طبعا أبو نورس يعني هو ماكو بعد ما خلى شيء للهيئة الرئاسة، هو أخذها كلها يعني. المؤتمر راح ينتهي وأنا توني دا أقول هاي الملاحظة. لا عادي، مو فرد قضية. بس أنا عندي ملاحظة قبل لا نبدي يعني من خلال استعراضك يعني بحديثك حول حقوق الإنسان، يعني لجنة حقوق الإنسان أو منظمة حقوق الإنسان أو منتدى حقوق الإنسان، أي تسمية مو هاي المهمة. يعني قضية العضوية اللي أنت يعني طرحت، يعني أنتم مو إلى جانب أن يكون بعضوية وشروط عضوية وغيرها، بس أنت استعراضك كله يوحي أنه هي هاي منظمة أو مؤسسة، يعني ما تختلف عن تيار ديمقراطي، اتحاد الطلبة، جمعية، أي مؤسسة هي مثلها. ما أعرف ليش إنه ما عندكم عضوية، وليش ما يصير هو يعني منظمة تنظيم بها اشتراكات وغيرها. أنت قلت إنه هي مسجلة رسميا. مسجلة شنو؟ يعني منظمة ولا مؤسسة؟ يعني هي مؤسسة اجتماعية مدنية سياسية، أكو سياسية أكو مدنية اجتماعية. وعندكم محاسب وعندك نظام داخلي. زين إذا أكو نظام داخلي غير معناها أكو منظمة. فصار يعني أشوف أكو يعني عدم وضوح. يعني إحنا هاي لازم كلها نوضحها، يعني يجري توضيحها ويجري اتفاق عليها حتى نسميها منظمة حقوق الإنسان أو أي تسمية أخرى تسموها، يعني جمعية حقوق الإنسان، منتدى أو نادي. مو فرض قضية التسمية، يجي الاتفاق عليها. لأن ممكن أشوفها كلها تناقض، أن أنتم مسجلين رسميا وعندك نظام داخلي وعندك محاسب، ف يعني ليش ما يكون أيضا عضوية؟ يعني شنو الحساسية من العضوية؟ وشنو الحساسية من أنه حتى لا يعني حتى نميزها عن حزب أو شيء؟ ليش نتخوف من شيء حزبي؟ يعني احنا اجت فترة يعني بالسبعينات والثمانينات وحتى التسعينات صار اكو فرد وضع يعني ديكتاتوري ارهابي بالداخل، خلى الناس الاهالي والعوائل تتخوف من ذكر اي شيء حزب، يعني خارج اطار حزب البعث وتنظيمات حزب البعث. فالناس بدات تتخوف، ولذلك هذا الخوف انتشر حتى لبرا. يعني احنا تفاجأنا بالثمانينات وبداية التسعينات لما طلعوا بعض العراقيين بالخارج، شفناهم اكو فرد رعب وخوف حتى هناك يحكي وياك ويلتفت، يعني يتصور انه هو مراقب هو بالخارج. واحنا لاحظنا حتى بالدول الاشتراكيه جو ناس
هم مو زمالات مارين مثلا زياره وغيرها رايحين او ترانزيت، شوفهم من يحجون يتلفتون يعني، وهذا حقهم يعني، تعرفون ما في داعي هسه يعني نحكي عن الوضع بالعراق يعني كلكم تعرفوا. فما مروا به صار عندهم رعب وخوف. اضافه الى هذا نفس النظام السابق هو زرع هذه القضيه، انه كل شيء حزبي لازم احنا نرفضه، كل شيء حزبي نرفضه. وهذا اثرت علينا حتى بالانتخابات مال ما بعد 2003. نفسهم هذول المهيمنين على السلطه من الاحزاب الاسلاميه وغيرها، هم يبثون اشاعات ودعايات انه الحزبيه ولا للحزبيه، واثرت حتى على انتفاضه تشرين لما تتبنوا هيك شعار لا حزبيه يعني، وساووا بين كل الاحزاب اللي لها تاريخ وطني ولها دور بالحركه الوطنيه، ولعبت دور مهم جدا في يعني تعبئه الجماهير وغيرها، باحزاب متهمه مو بس متهمه انما فاسده هي، يعني متهمه بالفساد والسرقه وغيره وغيره. فانا اشوف احنا يعني قبل لا نبدي المؤتمر هل احنا منظمه ولا لا يعني؟ يعني انتم يعني ما اعتقد يعني هل ورا ما كل تطرحته يعني من هاي الشروط الموجوده، وبعدين انت تقول مو منظمه، او مثلا تقول ما عندنا عضويه، او احنا نرفض العضويه يعني، او حتى قبول العضويه، وتعتبر كل الموجودين هم اعضاء في هاي المنظمه. يعني يصير حتى النادي مو هيك، حتى النادي هم بيه اشتراك وبعضويه اسف على الاطاله يعني حتى اوضح الفكره. فانا ما عندي مانع يعني اذا الحضور بالمؤتمر كلهم يقررون احنا يعني انت اقتراحتنا ثلاثه نكون هيئه الرئاسه، فانا ما عندي مانع ان اكون بهيئه الرئاسه. ايضا لحظات وشكرا على الثقه اللي منحتوها، انه ولو هو ما اخذ يعني راينا يعني كاعضاء مؤتمر احنا موافقين على هاي الهيئه الاولى. حتى هيئه الاعتماد اللي اقترحتها يعني كلهم يعني صارت وكانه قرارات اتخذها المؤتمر. انا اسف ابو نورس يعني لا عادي يعني لذلك ملاحظات، قلت لك إنه ويعني على مود سير المؤتمر يمشي بشكل صحيح يعني. صحيح. وانا سبق وانا حكيت يعني وانت يعني شجعتني انا احكي. لا شكرا. بالعكس، يعني هاي الإضاءات اللي قدمتها أعتقدها ضرورية، بس إذا دخلنا بالحديث عن شنو هذا التنظيم أعتقد راح ندخل في تشعب. بس خلي نقر ذني الهيئات اللي يعني ما دام أنت اتفقت مع المقترح، وأنا ما عندي اعتراض أن أكون أيضا بالهيئة الرئاسة، ولا أعتقد يجوز زميلنا وأعرف زميلنا مديح يعني أيضا كان من المقترحين، خاطر نواصل الأعمال. نعم أنا تحدثت يجوز بشكل مسهب عن بعض النقاط الخلافية قد تكون، بس أنا أترك الإجابة مو فقط لي، أيضا لبقية الزملاء، وعندي توضيح لهذه النقطة يعني بعد ما ننتهي من هذه النقاش، إذا تحب أنه أتحدث عنها الآن أو نتحدث عنها لاحقا. يعني هذه القضية يعني الرأي للموجودين وأيضا للجنة أيضا. هو بس نقطة ممكن أوضحها، يجوز ما طرحتها بشكل واضح سعد. بالنسبة للعضوية بالمركز كانت بها شروط بتزكية من خلينا نقول عضوين. هذه ممكن شوية صعبة تكون، ما يحتاج، هذه انشالت، وإلا هو أعضاء مركز حقوقه هو مو منظم، مو خلينا نقول حزبي فعلا، هو يكون بعيد عن الحزبية، ممكن يشتغل أفضل. رغم أنه أشار النقطة أنه أغلبهم الأعضاء الموجودين هم من جذور يسارية، بس كمركز هو يبقى مركز حقوقي يعنى بحقوق الإنسان، وما يحدث بالعراق من انتهاكات، من خروقات، سواء بالعمل البرلمان، عمل الحكومة، بالدستور، هذه يسلط الضوء عليها. بس كأعضاء بالعكس احنا هذا يمكن بها التعديل الجديد يفتح أكثر، يعني ما يحتاج تزكية. أي عراقي كندي يحق له أنه يكون عضو بالمركز العراقي الكندي.
بس هاي ردت أوضحها. ويعني كان المفروض أبو علي هو اللي يتحدث على بعض الأمور، مثلا لجنة الاعتماد هو يطرح الأسماء، أو فممكن هاي النقطة محق بها. إذا أحد من الزملاء عنده رأي، دكتور زيد، زميلنا يقظان، أي واحد موجود. أنا ممكن بس أضيف، يعني يجوز أنا ما وفقت بالتوضيح النقطة، الآن ماجدة وضحتها بشكل واضح، وأضيف أنه إحنا ما عندنا هيئة هرمية، يعني ما عندنا هيئات زملاء، عندنا عضوية ما بيها شروط. يعني الشرط الأساسي اللي إحنا نتوخاه من يكون من الأعضاء هو حسن السيرة والسلوك، وأن يكون يعني إقامته بشكل شرعي ومن أصول عراقية. شكل هرمي ما موجود عندنا، يعني مسؤولين وهيئات وتتابعهم وغيرها. إحنا عندنا ناس موجودين بصلات ويانا، وهاي الصلات نقدر نتواصل وياهم بالأسلوب اللي الآن متبع بكل منظمات الخارج، هو الأسلوب الإيميل والمراسلات النصية القصيرة. ليش صارت بهالصورة هذه؟ يعني صار حديث مع منظمات شقيقة، يعني يقول لك إنه حتى منظمات عالمية، منظمة حقوق الإنسان، هيومن رايت، غيرها، ما عندهم هيئات وعضوية وانتساب وغيرها، يعني طالعين بيها. الشيء الآخر، يعني إحنا عندنا محاسب بس ما عندنا حسابات ختامية. محاسب فقط ساعدنا في تجديد الإجازة مالتنا، يعني ما عندنا حسابات وعندنا حساب بالبنك وغيرها. منظمتنا منظمة تهتم بالشأن العراقي وتتواصل مع منظمات شقيقة بهذا الجانب هذا. إذا يعني زملائنا الآخرين يحبون يضيفون، أنا ما عندي فد إضافة كثيرة على ما تحدثت بزميلتنا ماجدة، لأنه هذه نريد إحنا نصيغها بشكل واضح وهو مطروح للنقاش. يعني أنا زميلنا أبو علي طرح علي ليش ما طرحت المقترح. إحنا متوقعين من هذا المؤتمر إنه نخرج بنتيجة، يعني المقترح اللي مقدم من الهيئة اللي تعمل أو الهيئة الإدارية قدمت هذا المقترح وهو قيد النقاش. وبالمناسبة إحنا عندنا اجتماعات يعني دورية بهذه الهيئة، هيئة الرئاسة للمركز عندهم اجتماعات دورية كل 3 أشهر في الشهر. العفو سعد، أنا أتمنى أنه أبو علي يواصل حتى ما نطول أوكي أنا انتهيت، ما عندي في شيء. أوكي. اسمح لي، أم عمار هي اللي يعني تعرف يعني يعمل يعني الكنترول. من يحب إذا نبدي المؤتمر وهي بعدين نأجلها، يعني راح أطرحها للمؤتمر. نبدأ بالأعمال. أم عمار تيمك تعرفين إذا الواحد يعني يتحدث أو يريد يناقش. فحاليا ورا ما استعرض زميلنا أبو نورس الملاحظات اللي طرحها حول عمل المنتدى، وبنفس الوقت أمامكم التقارير المطروحة، أعتقد الكل مطلعين عليها، فمطروحة للنقاش. فمنه من الحاضرين يود أو يريد يناقش ما طرحه زميلنا أبو نورس والتقارير اللي أمامكم، فممكن نسجل الأسماء ونطرحها للنقاش، وبعد ذلك نسمح للجنة القيادية السابقة اللي بعدها حاليا تقود هي ترد على كل ملاحظاتكم واستفساراتكم. فمن يحب يناقش يتفضل يعني يرفع يده يقول لنا حتى أم عمار تعرف منو اللي يريد يناقش. تفضل. اكو احد أم عمار؟ من حد امك اكو واحد زميل مزاحم مال الله. اي نعم، بس ما رافع ايده. لا شفت انا مرافع ايده.
رافع اليد. اي تفضل زين. شكرا نعم. عزيزي، تحية للجميع وكل التهاني لعقد هذا المؤتمر. من البداية أنا عندي كان مقترح للزميل أبو نورس سعد بخصوص طرح مقترح النظام الداخلي الجديد. يعني وسولفنا أنا وياه بالتليفون، قال إنه هي هاي المادة الرابعة العضوية ربما كلها تحذف أو إلى هالشيء. هذه يعتبر تعديل، والتعديل يعني أكو وثيقة لازم تكتب. فلذلك أنا أقول كان يفترض، ولا زلت على رأيي، أنه هذا المقترح كان يفترض ينبعث كوثيقة من وثائق المؤتمر. فكرتي أنه مو على النظام الداخلي السابق، يجوز ربما راح يصير عليه تعديلات، راح يكون لاحق، بمعنى أنه في المؤتمر نقعد نناقش ما في عقولنا، لا، يفترض أنه يناقش ما في الورق، لأن هذا وثيقة جديدة تعتبر. أي تغيير بالنظام الداخلي أو أي اقتراح للتغيير يجب أن يكون عبارة عن وثيقة تقدم إلى المؤتمر. بخصوص الفكرة للعضوية، إذا سمحتوا لي يعني أكمل، أنه فكرة حذف هذه المادة أو التغيير بها هو التحرر من القيود التنظيمية الحزبية المعتادة يعني. فأعتقد فكرة زميلنا سعد أنه إفساح المجال أكثر للتحرر فسح مجال أكبر وفتح أبواب أوسع لكل عراقي أو مساند لهذا المركز. لذلك كان عنده هذه الفكرة أنه رفع هذه المادة أو تخلص من هذه القيود، وأنا معاه في هذا الموضوع. ولكن وجود هذه المادة أو المادة العضوية بحد ذاتها في النظام الداخلي هو تنظيم للعمل، ويجعل الشخص ارتباطه. أنا دائما أقول النظام الداخلي هو الحبل السري اللي يربط أي عضو أو أي مساند أو أي داعم لهذه المنظمة أو تلك. هذه إذا في حد يعني نحكي على النظام الداخلي، وبعدين من يجي الوثائق الأخرى هم عندي آراء أخرى. شكرا جزيلا. شكرا جميلة، شكرا. اكو احد بعد عنده ملاحظات؟ انا ما اشوف اي ايد اخرى والله مرفوعة. بدأ اشوف اي احد رافع ايده. اذا ماكو. الوثائق يعني تفضل. عندي تساؤل تفضلي. العفو معمر. ابو علي. انا عندي تساؤل زميلنا ابو نورس. انتم مسجلين المركز كمنظمة غير ربحية؟ نعم. عاد ليش ياخذون منكم رسوم؟ رسوم فقط الاشتراك، يعني البيبر، تقديم الاوراق. اي بس هاي. اي بس هاي، ما عندنا في اشياء. اوكي لا هذا لا هو بس هذا. اوكي ذاتس ات، بس ردت اتاكد. شكرا معمر. اكو واحد بعد عنده ملاحظات؟ أنا بس عندي توضيح إذا أمكن. تفضل. عفوا زميل أبو علي. تفضل. فيما يخص العضوية، طبعا لابد قبل أن يعني نتناول موضوع العضوية هناك نتناول نشاط المركز. نشاط المركز يتجه باتجاهين. الاتجاه الأول هو نشاط الهيئة الإدارية من خلال علاقتها بالمنظمات الأخرى ومن خلال البيانات التي تصدرها بدون الرجوع إلى الهيئة العامة أو الأعضاء الآخرين. أما النشاط الآخر فهو من خلال صفحة الفيسبوك، يعني تنشر هناك مواضيع ومنشورات وبيانات ومواضيع تخص حقوق الإنسان من خلال صفحة الفيسبوك. فيجب أن يعني نكون واضح، يعني على بصورة واضحة على أهم نشاطات المركز، وهي بهذا الاتجاه، بهذين الاتجاهين. أما موضوع العضوية، فموضوع العضوية أعتقد أن هناك من يعني يتبجح بأنه أو يتظاهر بأنه من مؤيدي حقوق الإنسان، لكنه في نفس الوقت هو لديه خلفيات أخرى، خلفيات يعني تؤيد النظام الموجود أو تنظم أو تؤيد المخالفات أو تجد تبريرات معينة. يعني هو يقول أنه هو من يعني يعمل من أجل حقوق الإنسان، لكنه في نفس الوقت هو يعمل باتجاه آخر مخالف لحقوق الإنسان من خلال وجهة نظره لموضوع حقوق الإنسان. في هذا المجال طبعا نحن على حذر ونمتلك الحساسية الدقيقة جدا في التمييز
والتركيز لفرز هذه الممارسات وهؤلاء الأشخاص. شكرا جزيلا. شكرا زميلنا. ما حاليا ما جاي اشوف اي اخر. شوية تعليق اذا ممكن اني موافق وياكم. هي تفضل زميلنا موافق، تفضل. اسمحوا لنا بالبداية حقيقة أقدم بالتهاني إلى عقد المؤتمر الثالث مؤتمر حقوق الإنسان. ناقشت قضية العضوية، وأنا أعتبر قضية العضوية هي مو بالضرورة أن تكون عضوية هرمية، وليس لها ما لها كل علاقة بقضية أنه إلى طابع حزبي أو غير حزبي، ولكن العضو أيضا في نفس الوقت العضو أنتم يعني باش عقب تصير هسه على سبيل المثال تسوي انتخابات، عندما تكون كل انتخابات تشترط شرط احد الشروط انه ما كل واحد تجيبه انت من الخارج يقدر يصوت على عضو معين في او على سكرتاريه الهيئه مال منظمه حقوق الانسان، فلها امتيازات، يعني ما معناها العضو عنده امتيازاته. على سبيل المثال ذاك اليوم صارت الجمعيه عندنا هنا لازم تستحق الجمعيه، ليش؟ لانه مركز حقوق الانسان هي احدى المنظمات المجتمع المدني، وكثير الجمعيات كثيره من منظمات المجتمع المدني موجوده، بالتالي يجب ان تكون هنالك عضويه، العضويه مو بالضروره ان تكون هرميه للاسفل كلها، ولكن انا جبت مثال على الجمعيه ذاك الوقت تسوي هنا اجتماع، عندما شافوا انه ما كاعضاء موجود ما دافعين شراكات وغيرها ما صار اجتماع هو، لانه عنده احد الشروط انه ما من حق اي واحد يجي ينتخب هيئه اداريه لما يكون هنالك عضو. فهذه تدخل فيها عمليه امتياز للعضو المعين موجوده بهاي وحده. الجانب الثاني على اقل تقدير احنا نريد نعرف ايش قد احصائيه، يعني احنا هذا كمنظمه حقوق الانسان باش اقول احنا ايش قد عندنا اعضاء، مو اقول فقط انا بس 5 اعضاء من الهيئه الاداريه انتخبوا انت الموضوع اللي هسه حاليا 20، احنا ما نتمنى نوسع القاعده هذه باش عقب اذا نريد نقول مثلا خلينا نسعي الى ان نؤدي الى مظاهره معينه، نطلع مظاهره معينه، من ياتي المظاهره؟ يعني هنالك اعضاء موجودين حقوق الانسان سواء كانوا بالهيئه الاداريه واعضاء اخرين يساهمون، مشاركه في مؤتمرات، مشاركه بالسفارات، مشاركه كذا، احنا نريد باش عقب، لان العضو يعني ملزم. انا باش عقب اسوي ده موجود اريد نروح للسفاره واريد وفد ونقول لا بريد وفد من حقوق الانسان، يعني يقول لا والله ما هسه حاليا ما متواجدين بس واحد وممكن يجي ممكن ما يجي. هاي الحقيقه هذه تعكر العمل او تبطئ به خلينا اقول بالعمل هذا، وبالتالي لما يكون هناك عضو انا اقول ملزم العضو فلان زميلنا انت باش راح تروحون الى اوتاوا تشاركون بالسفاره تشاركون بالوفد الفلاني، وبالتالي يجي الوفد اللي هم بالاساس هم اعضاء. اما قضيه الماليه هذا موضوع اخر، يعني حقيقه بعدين المفروض انتم تدرسوه وتشوفوه هل هو من حقه يدفع ماليه او مجرد تخلوه بدون ماليه. هذا ايوه. الجانب الاخر انه تقولون انتم زملائنا تقولون انه هي معترف بها من قبل الحكومه الكنديه. الاعتراف هنا هو ما يكون هنالك امكانيه ان يكون هناك جرانت من الحكومه الكنديه في دعمكم. هذا نقطة ثانية حقيقة. النقطة الثالثة أنا أقول القضية الأساسية النظام الداخلي يجب تثبيت حقوق الإنسان، يجب أن يكون هنالك محامون مختصون، ليس كل عضو بالهيئة هذه يقدر يفصل ويتابع كل مسائل. يعني هل احنا عندنا جداول كاملة عن جداول الفساد والسرقات وغيرها الموجودة بالعراق؟ من يهتم بهذه المسألة هذه؟ من يجيبها؟ هل الصحفيين يجيبوها؟ المحامين يجيبوها؟ القضية هذه أيضا أعتقد أن هذه المسألة ضرورية جدا أن تشاروا لها. احنا نهتم طبعا بحقوق الإنسان، أكيد تهتم بالشؤون العراقية، هذا سؤالي، هل هو بس فقط على شؤون الناس على الفساد وكذا في العراق أو الموجودين بكندا؟ وصار يمكن صار شوية 5-6 أسئلة. هل قدمنا احنا بالنظام الداخلي أن مع الحكومة الكندية قدمنا بعض المسائل اللي تخص حقوق الإنسان؟ وشكرا لكم. شكرا زميلنا موفق. واحد بعد يحب يداخل يناقش. تسمحون للداخل؟ تفضل. شكرا. طبعا حرصا يعني لنجاحكم ان شاء الله والاستمرار بهذا المركز، يعني خلال السنوات 3 الماضيه ادائكم جيد جدا،
أتمنى من كل الأخوة الأعضاء إعطاء زخم للمرحلة المقبلة. أكو نواقص بكل تأكيد. احنا صار لنا 25 سنة لحد الآن عندنا نواقص، تجينا انتقادات، تجينا طروحات يجب أن تغير من سلوك العمل مثلا أو طريقته نحو الأفضل، فحالة طبيعية جدا وصحية. بالموضوع النظام الداخلي وتعديلاته، طبعا هو لا يأتي التعديل إلا المعمول به إلا في المؤتمرات، يعني ماكو كل منظمة كيف تغير النظام الداخلي أو أي فقرة من فقراته حتى يصير المصادقة عليه ويصير شرعي. الموضوع العضوية يعني مو فقط حسن السيرة والسلوك. أستاذ سعد، يعني أرجو أن ملاحظة لكم، لأن احنا عانيناها. تصور احنا من 99 مؤسسين، هسه اجتنا حالات وقفنا عندها، اضطرينا نلغي عضويات. يعني تلغي حقوق الإنسان من الصعوبة تلغي قيد واحد تقول له أنت خارج إطار هاي المنظمة، يعني كلش معيبة. موضوع عندنا عراقيين قادمين إلى العالم في المراحل بعد 2003، قسم منهم احنا ما نعرفهم، اجا وصار ناشط بالجالية وتقرب لهاي المنظمة أو تلك، لكن هو ممكن يكون من جلاوزة النظام السابق أو ارتكب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم التعذيب. نعم فأنا هو أشوف هذا نعم. لو أكو نقطة تضاف لحضراتكم. بس احنا اضطرينا بهذا المؤتمر أستاذ سعد، يعني من وراء ما طلعت أنت وست ماجدة، صار الطرح على هاي النقطة أنه كل من كان في أجهزة الجيش والشرطة أو أجهزة أمنية ما نقبل عضويته، ما نقبل، لأن ما نقدر نضمنه. لأن هو ممكن يقول أنا كنت ضابط، يجوز ما يقول إن أنا كنت ضابط مثلا بالاستخبارات أو بجهاز المخابرات أو بالأمن، ضابط قال مو قلت لكم أنا عسكري، أو يعني لحفظ هاي النقطة ونخلص منها قانونيا طبعا، حتى نخلص منها، انه تضعون نقطة انه كل من ساهم في ارتكاب جرائم ضد الشعب العراقي هذا ما يقبل عضويته، ومن عمل في الأجهزة الأمنية هم ما تقبل عضويته، لأن أخاف قبلته وبعدين تريد الطلعة يقدر يشتكي عليك. يعني هاي يجب عفوا الانتباه لها. لكن من تحطها بالنظام الداخلي خلي يروح يشتكي بعد، ما عندك انت موقفك القانوني سليم جدا. نقطة الأخرى أحب أضيفها، الهيئة الإدارية أستاذ سعاد وزملائنا الأعزاء وزميلاتنا الكريمات، الهيئة الإدارية ترى لازم توزع المهام. أحد الأخوة أشار إلى نقطة مهمة اللي هي موضوع من يرصد مثلا الانتهاكات الفساد. هو إحنا في العراق عندنا عشرات الملفات معطلة الدولة مقصرة فيها، فأعضاء الهيئة الإدارية لازم تتقسم المهام عليهم حتى تقدر تستطيع أن تعمل بصورة جيدة، وتكون هناك عندك متراكم من المعلومات، وعلى أساسها تبني مثلا البيانات أو التقارير إن شاء الله في المرحلة المقبلة. هاي راح تخدم كثيرا. موضوع الأخرى الأثار الأخ الزميل، موضوع أنتم عندكم الآن مؤتمراتكم على الزوم، هذا ينطيكم فد باور قوي، أنه أنت ممكن أي عراقي تشوفه وفق النظام الداخلي مؤهل أن يكون عضو في حقوق الإنسان، تكون عندك فد لجنة أو تعين أنت الإدارة تعينه واحد من الزملاء. احنا كنا نسوي لجان مثلا في تواجد وين اكو جاليه عراقيه كبيره، مثلا في كاليفورنيا كنا مسوين مندوب. هذا المندوب مثل ما قال الاخ اخاف يريد يروح مثلا عندكم في اوتاوا او تروحون للسفاره مثلا، هذا المندوب هو مسؤول يكون رئيس وفد، ومن يرافقه يكون شيء جيد. اعتقد هاي راح تخدمكم كثيرا زملائنا، وانا اعتذر للاطاله. أستاذ سعد، إذا أي شيء تحتاج بموضوع النظام الداخلي ممكن بعد ما تقررون النقاط أو تحب إضافات أخرى أنا ممكن أساعدك فيها، وممكن التشاور مع محامينا في سبيل أي نقطة ما تكون تعارضكم أو تضايقكم قانونيا في كندا. شكرا جزيلا. شكرا أستاذ حميد. الله يعزك. أبو علي تفضل. أبو علي. اشرب شاي. لا مو تنسى المايك العفو.
شلون رئيس انت وشلون سيد اي المالك؟ اي لا مو شو اسمه دق جرس، ما اريد ازعجكم بالاجتماع. اي شكرا زميلنا حميد. طبعا اذا اكو احد بعد حول هاي الموضوع، اكو احد من الزملاء عنده ملاحظه شيء؟ أنا بس نقطة أريد أوضحها تفضلي. هو إحنا نقاطك بايع زميلنا ماجدة. كلجنة كأعضاء خلينا نقول سكرتارية المركز، إحنا حتى لو يعني قرأتوا أو طلعتوا على الوثائق، إحنا مقسمين المهام، يعني باللغة، بالمسائل القانونية. أيضا عندنا أعضاء هم في ولايات، يعني عندنا بكالجاري، عندنا بمونتريال، بوينزر، بتورنتو، بهاملتون. فإحنا هيك الشغل مالتنا. بس هاي النقطة ردت أوضحها. شكرا. طيب انا ما اعتقد يعني ما حد رافع ايده وما حد يريد يتحدث بهذا الموضوع. بقى عندنا التقارير اللي قدموها، اللي قدمها زميلنا ابو نورس للجميع وارسلها. اكو ملاحظاتكم من يحب يناقش هاي التقارير؟ طبعا هاي الموضوع احنا ما خلصنا من هذا، لانه موضوع جدا مهمه ويجب التوقف عنده. اذا صار عندنا وقت لازم نشبعه بالنقاش ونخرج ب يعني توصيات الى الهيئه الاداريه الجديده. واذا صار الوقت يكفي فممكن نناقشها ونخرج بها حتى بقرارات. بالنسبه للتقارير اللي قدمت الانجازيه من قبل الهيئه الاداريه، اكو من يحب يناقش هاي التقارير عنده ملاحظات؟ السيد رئيس المؤتمر، إذا تسمحوا لي أني أستأذن، وأتمنى أوكي. لكم النجاح في أعمال مؤتمركم، وأي مساعدة أو دعم من قبل الجمعية العراقية لحقوق الإنسان في أمريكا اعتبروها مساندة لكم في أي نقطة تحتاجونها. شكرا. وأتمنى تسلم للزميلات والزملاء شكرا دوام جزيلا، التوفيق. لانه الله شكرا يعزك. جزيلا. شكرا جزيلا على شكرا المساهمه. لكم. شكرا شكرا. أستاذ ما راح سعد، ست نصير ماجد، الولاية شكرا الواحدة للجميع. شكرا ما جزيلا. راح نصير. الله يحفظكم. مع مع السلامة. السلامه. شكرا. اي تفضلوا زملاء، من يحب يناقش؟ ما أدري زملائنا دكتور زيد حبوة أو زميلنا قضاء شادر، كذا عندكم ملاحظات أو ما يصير. والله بالنسبة لي الحقيقة ما عندي أي ملاحظات محددة، لأنه سبق وأن غطينا أتصور في اجتماعات الهيئة الإدارية مختلف النقاط اللي الحقيقة يمكن عندي نقطة واحدة، أنه يعني ما في داعي أن نكون جدا محددين بالعضوية، ولو يعني الحقيقة يعني I appreciate الكلام عن أنه يجوز بعض الأشخاص كان عندهم خلفيات غير مرغوبة، لكن بصراحة ما أتصور أي أحد رح يجي للجمعية مالتنا وينتمي هو عنده علاقات غير مرغوبة. فما أتصور هذه قضية مهمة جدا. أتصور النظام الداخلي المقترح معقول جدا، وبرأيي أنه نمضي به. يعني النقطة الوحيدة أنه لعملنا المستقبلي هالسنة الحالية أقترح أنه ينطي أهمية كبيرة للانتخابات القادمة وضرورة إجراءها بشكل قانوني صحيح ومن دون تلاعب في الأصوات وإلى آخره. فهذا حدث مهم جدا برأيي، خصوصا في الظروف الحالية.
وإذا تمكنا نساهم في دعم الانتخابات بشكل صحيح، أتصور هذا لحي يقوي من المركز. شكرا. شكرا جميل. طيب زملاء، أنا مرفوع عدا الزميل مزاحم حول التقارير الإنجازية. تفضل الزميل. نعم، شكرا جزيلا. بخصوص عفوا. التقرير الإنجازي عندي بعض الملاحظات البسيطة. في الصفحة الأولى تتكون الهيئة الإدارية من الزملاء ومذكورة الأسماء مع الاحتفاظ بالألقاب والاحترام الشديد للذوات الموجودة أسمائهم. أنا أعتقد يعني ذكرها بالتقرير الإنجازي يعني شيء أنا على الأقل بالنسبة لي ما وارد، يعني كإنجاز تذكر أسماء الهيئة الإدارية أو المسؤولة عن أي تشكيل. فأعتقد هاي شيء يحتاج إعادة النظر بها. الملاحظة الثانية بخصوص أبواب ثابتة ترصد الأحداث من عندها. باب الصورة أبلغ من الكلام. أيضا باب التعرف بالنشطاء وفناني الجالية العراقية، يعني يفترض تكون نشاطات أيضا. وجيم من راصد الطريق. أنا عندي هذه ملاحظة عليها، لأنه هذا في عنوان معروف في صحيفة حزبية عراقية، فلو نقول عليها من الصحافة حتى نكون أكثر شمولية وأوسع، وحتى ما تأخذ النظرة بهذا الاتجاه. أيضا عندي ملاحظة أخرى رقم 4 من نشاطات المركز المميزة، مكتوبة منذ انعقاد مؤتمره الأول. احنا الآن في المؤتمر الثالث، يفترض ما المؤتمر الأول نوقشت بالمؤتمر الثاني. الآن احنا نناقش ما تم إنجازه من المؤتمر الثاني لغاية هذا اليوم. أيضا جهد الإمكان نحاول نبتعد عن الأسماء تذكر في التقارير الإنجازية، مثل الشهيد هشام الهاشمي. أكو اسم آخر ظهر في مكان آخر، يعني لا بس هي كحملات تضامن تكون معهم، ولكن يعني جهد الإمكان نتحاشى ذكر الأسماء. في الفقرة في الصفحة 3 تم إصدار بيانات تحت العناوين التالية: 1 2 3 4 إلى رقم 7. رقم 7 تقول المطالبة بإلغاء القوانين الهادفة لمنع النقد أولى من تعديلها في 5 نيسان. فقرة مو واضحة، يعني حتى قراءتها شوية صعبة. المطالبة بإلغاء القوانين الهادفة لمنع النقد أولى من تعديلها في 5/4/2024. أيضا الفقرة 8 رقم 8 إدانة جرائم الأنفال سيئة الصيت في 16 نيسان 2024. يعني وين هذا صدر البيان؟ احنا عندنا هنا صدر أو يعني وين راح؟ هذا أيضا مو واضحة. رقم 10 رسالة إلى فخامة رئيس الجمهورية العراق الدكتور عبد اللطيف جمال رشيد في 25 مايس 2024. حول شنو هاي الرسالة؟ أيضا ما مذكور المضمون مالها. ملاحظات عامة. بصراحة احنا عندنا بالنظام الداخلي اكو عندنا المالية، مالية المركز والى اخره. ايضا يفترض انه يكون اكو تقرير مالي ضمن التقرير الانجازي، حتى لو كان بسيط، يعني حتى لو احنا ندفع للجهات الرسمية الكندية ايضا يذكر كتقرير انجازي مالي. وعندي ملاحظة انه اغلب النشاطات هي الخير والبركة بالاعلام. بصراحة الخير والبركة باعلام المركز، لانه 99% من التقرير الانجازي هو اعلامي. فما عندنا نشاطات وقفات حملات شغلات. يعني هذه شيء جيد انه نعيد النظر في نشاطاتنا المستقبلية حتى تكون متعددة الأوجه. ايضا يخلو التقرير الانجازي من رؤى مستقبلية. يعني شنو احنا
خطتنا القادمة، شو نريد نسوي، شو نريد نغير، شو نريد وين توجهنا يكون، المسارات هذه أيضا أجدها ضرورية. وأنا بالحقيقة يعني أسأل زملائي المسؤولين في الهيئة الإدارية أو مسؤولين المركز ما مدى علاقة مركزنا بالجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق؟ أول جمعية شكلت بعد زوال النظام، أول جمعية شكلت بعد زوال النظام هي الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان في العراق. وأعتقد آخر سكرتير لها كان زميلنا محمد السلامي. ما أعرف عندنا علاقة وياهم أو موجودة أو ضمن وين. هذه أسئلة أتمنى أنه ألقى إجابة عليها. وشكرا بالنسبة لهذا التقرير الإنجازي. وعندي أيضا ملاحظة أكون ما أثقل عليكم أو أزعجكم بالتقرير المركز العراقي حينما يأتي دوره. شكرا جزيلا. شكرا زميل. اكو زميل بعد او زميله يحبون يناقشون التقرير الانجازي؟ ماكو احد. اذا تقدر زميلنا العفو مزاحم استاذ شاكر. اكو واحد شاكر يريد رجاء تفضل. mute yourself. unmute yourself please. تفضل زميلنا شاكر. مرحبا زملاء، أنا شاكر المنذري من مونتريال. بالمرة الأولى أحضر هذا اللقاء بدعوة من من الزميل سعدون. كان بدي إنه يعني يقدمني حتى أكون معروف لكم. وعلى كل اللي أثار انتباهي ملاحظة الآن وحدة، هو عرض لها الأخ زيد حظا وعرج عليها زميل المتحدث الأخير. ما هو دورنا بالنسبة للانتخابات العراقية القادمة اللي هي أهم حدث راح يدور حولنا؟ إحنا كمركز عن حقوق الإنسان شنو كنا نسوي؟ لازم نرسم خطة من الآن، وين نطلع، وين نحكي، وين نسكت، حتى يكون دورنا فعال. ما أعتقد في حدث قادم أكثر خطورة من هذا. وإحنا في مؤتمر ثالث، المفروض أن نرسم الآن خطة لها، نسوي عريضة ولا نطلع مظاهرة ولا نروح سفارة، نحدد أدوارنا. وهذه أعتقد أتركها أمامكم ولو أنا جديد عليكم. شكرا. شكرا زميلنا. زميل مزاحم تفضل ملاحظتك على تقرير المركز. إذا أرجو أن أسمع نقد رأيكم باللي راح يصير جواب من قبل الهيئة الإدارية ورا ما زميلنا مزاحم أيضا يطرح ملاحظته على المركز. تفضل. نزل ايده مزاحم دكتور. اي نزلت ايدي مال التقرير الانجازي. الان راسا طلبني على التقرير زميلنا العزيز عصام على التقرير المركز العراقي الكندي عن حاله حقوق الانسان في العراق. يعني اشيد اعتقد نطلع من التقرير الانجازي اول مره. ما ادري، مو انتم قلتوا لي هسه كيف؟ خلي يتحدث يعني خاطر نسعى في الوقت. بالضبط حتى نستفيد من الوقت. واذا عندكم اي اجابات عليه حتى مره واحده الهيئه الاداريه، شكو ملاحظات او اجابات على استفسارات الزملاء طرحوها مره واحده، يعني حاليا الساعه 8:15 يعني. نعم. تفضل زميلنا. اوكي شكرا جزيلا. الحقيقه يعني جهود مبذوله بخصوص التقرير الانجازي عن حاله حقوق الانسان في العراق، ولكن عندي ملاحظه. هي التقرير بحاجه الى تناول كل او اغلب شرائح المجتمع بخصوص الصحه، التعليم، السياحه، البيئه، وقفات الاحتجاجات، دور الايتام، كل ما يهم ومتعلق بحقوق الانسان في العراق ضروري انه نتطرق لها حتى يكون تقريرنا متكامل بخصوص هذه الامور. وانا على استعداد شخصيا ان ازود المركز بما يخص الامور الصحيه وبالارقام ايضا، عسى ولا انه تفيد حتى يصير عندنا، لانه اي واحد من عندنا
الآن معرض للمساءلة. شلون وضع حقوق الإنسان عندك بالعراق؟ أنا ما أحكي له فقط من جانب واحد وأترك الجوانب الأخرى، فضروري يصير عندنا إلمام بهذه الأمور. بس هذه ملاحظة عندي، وشكرا جزيلا لكم. شكرا زميلنا. ما أشوف أي واحد رافع يده آخر. إذن الآن للدور للهيئة الإدارية. منو من الزملاء من الهيئة الإدارية يريد، أو الزميل أبو نورس أو أي زميل من الهيئة الإدارية؟ إذا هو رح تسمح لي يكون أبو علي، ياخذ على العفو. إذا تسمح لي تفضل. ملاحظة صغيرة بالنسبة للانتخابات. ذكر العزيز شاكر المنذري أنه شنو دورنا عن الانتخابات. أنا بس استفسار، إحنا بالخارج غير مشمولين بالمشاركة بالانتخابات. أعتقد كان عندنا فكرة أنه نسوي ندوة مع أحد أعضاء مجلس النواب للمساءلة بخصوص أو للتساؤل بخصوص مشاركة العراقيين بالخارج، الجاليات العراقية بالخارج بالانتخابات. وكلفت أنا بالاتصال به، وأعتقد أريد أحضر الموضوع حتى خلال أيام احتمال أسوي ندوة ويا عضو البرلمان، وأتمنى أسمع تساؤلاتكم ايش تردون نطرح عليها. هل تشترك الجاليات العراقية بالانتخابات؟ هل أكو هيك تطلع بالحكومة العراقية، أو شنو دورنا إحنا إذا الانتخابات بالداخل؟ فإحنا شنو اللي نقدر نسويه إذا إحنا غير مشمولين بالمشاركة؟ شكرا. شكرا زميلنا سعدون. تفضل زميلنا أبو نورس، أنت راح تتحدث، راح تجيب على الملاحظات. صارت بالهذا يعني أنت من ضمن الهيئة الإدارية؟ لو من الهيئة الإدارية يعني هي راح تجاوب؟ لا أنا أجاوب، بس هي يجوز عندها ملاحظة. بس هم كل الهيئة الإدارية لهم حق الإجابة. أنا بس بالنسبة للانتخابات أعتقد مثلا انحسمت، يعني الزملاء الموجودين كل المفروض نعرف هاي القضية، أنه المسألة انحسمت. الجاليات العراقية أو مواطني المهجر ما راح يشاركون بالانتخابات، وإحنا سوينا حملة جمع توقيع مع منظمات أخرى وجمعنا أصوات، بس الحكومة ارتأت هذا الشيء. ما أعتقد بعد يعني تعالج المسألة مرة ثانية، بعد انحسمت. شكرا زين. تفضل زميلنا أبو نورس. أوكي زملائنا، أنا بشكل يعني مكثف يعني إذا إيه أشكر النقاش المفعم بالحقيقة بالحيوية للمواد، ويبدو أنه النظام الداخلي أخذ حيز جدا كبير من حديث زملائنا. ومثل ما أشرت زملائنا أنه النظام الداخلي قد يكون الهيئة الإدارية يعني كان المفروض أن تطرح المسودة، بس بكل الأحوال إحنا المسودة طرحنا النظام الداخلي نفسه مع النقاط اللي اقترحنا عليها التعديل. العضوية زملاء يعني إحنا صار رأي، والرأي بالحقيقة تم استشارة بعض المنظمات الأخرى بما فيها منظمات يعني غير عراقية. العضوية بيها صعوبة بالنسبة لنا إنه إحنا نروح نكسب، هي مو قضية كسب حقوق الإنسان. حقوق الإنسان انتماء ذاتي. أكو حالة موجودة بالعراق وأكو منظمة تتبنى المواقف الإعلامية والصحفية، المفروض من الآخرين تكون مبادرة، بس العضوية كانتماء ما موجودة. إحنا انطينا الحرية، بس لا بأس إنه فعلا مثل ما أشار الدكتور مزاحم وأشار الدكتور بعض الزملاء الآخرين، إنه إحنا بالأخص زميلنا حميد مراد، إنه إحنا نتوخى الحذر في الانتساب أو المساهمة. لذلك إنه إحنا واضعين فد قيود وشروط جدا صارمة في النشر. يعني تجينا نشرات شتايم، تجينا إهانات،
شدينا بعض المواقف اللي تدعو للنظام البائد. يعني هذه الهيئة الإدارية تقف بالضد من عندها، بالأخص في مجال النشر. احنا يعني مركزنا بالأساس ينشط إعلاميا، يعني ما عندنا احنا لا تنظيم ولا مريدين يطلعون في قوات ولا غيرها مثل المنظمات الشقيقة الأخرى. يعني منظمات حقوق الإنسان تصدر بيان عن حالة حقوق الإنسان، ويبدي الإعلام العالمي والمحلي في نشر هذه، هي توعية الناس. ما توجد عندنا عضوية وانتماء واشتراكات وبالتالي تشكيل هرمي. لذلك احنا ارتئينا هذه الصيغة. ومع ذلك زميلنا والهيئة الإدارية موجودة، راح تأخذ ببعض نقاط هذه المقترحات وتدونها في مقترح النظام الداخلي القادم. أنا انقطعت عن الإنترنت لأنه بالأخص في حديث زميلنا الدكتور موفق، يعني ما كان عندي اتصال، فما أعرف إذا بعض الزملاء قدروا يدونون ملاحظاته. بالنسبة بس انتبهت آخر شيء أنه تحدث عن محامين وغيرها. إحنا ما عندنا بعض المحامين اللي موجودين في الداخل نستشيرهم. إحنا منظمتنا تهتم بشؤون الإنسان العراقي، وعدد كبير من متابعينا، وإذا تريدون تسموهم أعضاء، هم من الداخل 4900 وكسور متابع للمركز، ليست كلهم موجودين في كندا. يوجد عندنا محامي سأل عليه الدكتور مزاحم محمد السلامي، وهو عضو في المنتدى العراقي، وزميلنا مديح قرى برقية تحية لانعقاد هذا المؤتمر. نعم عندنا صلة وياه. عندنا محامي موجود للمنتدى العراقي هو الدكتور تيسير. عندنا محامي آخر هو الدكتور زهير عبود، نستشيره في كثير من البيانات والإشارات. في بياننا الأخير حول خوري زبير أعاد صياغته وترتيبه هؤلاء الناس الحقوقيين. فعندنا جانب يبقى أنه هل موجود في كندا محامي؟ نعم للأسف حاولنا أن ندعو بعض المحامين، وهنا واحد يسأل ليش ما انتمى وغيرها، قالوا احنا ما عندنا الوقت انه نكون مدافعين وغيرها. ما صارت عندنا حالة اعتقال، عندنا حالات جتي تأييد للجوء وطلبوا من عندنا رسائل، كتبنا رسائل باسم المركز وثبتنا الإجازة مالتنا، وكتبنا للجهات الرسمية في دائرة الهجرة انه هذا الشخص اللاجئ السياسي او اللاجئ الانساني في العراق يستحق العناية والرعاية من قبلكم. غيرها ما عندنا بالحقيقة يعني سقف جدا عالي للمركز. نحاول جهد الامكان ان نرتقي به، وهذا الارتقاء ما يتم الا من خلال دعمكم ومن خلال تواجدكم ومن خلال مساهمتكم بعمله ونشر نشاطه. ما عندي أنا ملاحظات أخرى. إذا أكو زملاء الآخرين سجلوا الملاحظات يحبون أنه يردون عليها، otherwise بعض الملاحظات راح يجري الأخذ بها والالتزام بالتوجه القادم من ضمن الانتخابات. زملائنا الانتخابات يعني الآن سجلت التحالفات. دأبنا فترة غير قصيرة ندعو إلى دعم فكرة الانتخابات، لأنه المقاطعة نعتقدها هي فوز للطائفيين، فوز لمن فرط بحرية وحقوق الإنسان في الوطن. الآن نبذل جهد في أن نصدر بيانات أن ندعم التوجهات المدنية الديمقراطية، وما نخشى أن يكون هؤلاء الأحزاب يساريين أو شيوعيين أو تقدميين ما دام هم يسعون للدولة المدنية. نعم توجهنا راح يكون القادم بالفترة القادمة أن ندعو كل مؤيدين وكل متابعين أن يساهمون بالانتخابات. إذا قدرنا أن نحرك
أكثر من نصف الشعب العراقي، النصف الصامت، نقدر نخلي بالسلة رقي، وإذا لا نتركها بشكل عشوائي هؤلاء نفسهم يعيدون انتخابهم. تبقى أنه إحنا راح نركز على قانون الانتخابات اللي راح يجري الحديث عنه لاحقا، مفوضية الانتخابات، برامج هذه الأحزاب اللي هي أساس لعملية التغيير القادم. فتوجهنا مثل ما أشار زميلنا زيد حبا وزميلنا المنذري، نعم راح يكون عندنا توجه في الأيام القادمة في دعم التحالفات اللي نعتقدها تساهم بانتشار العراق من وضعه المزري الآن. هذا اللي عندي أنا بالحقيقة أنا أقدمه، وأتمنى من زملائي الآخرين إذا عندهم إضافة أهلا وسهلا. شكرا جميل أبو نورس. أكو واحد من أعضاء الهيئة الإدارية يريد يضيف أبو على علي، التعقيبات إذا والملاحظات تسمح لي أبو لزميلنا. علي، عفوا. تفضل زميلي. تفضل دكتور مزاحم، مشكورا بتشخيص نقطة معينة، أنه التقرير الإنجازي يركز على الجانب الإعلامي ولا توجد نشاطات عملية أو على الساحة. طبعا طبيعة العمل في كندا هي هذه طبيعة عمل. مركزنا هو بالأساس مبني على الجانب الإعلامي، لأنه لا يوجد ساحة معينة ضيقة أو تستوعب يعني مقاطعات ومدن متفرقة جدا، فمن الصعوبة جدا أنه نهيئ أي نشاط في داخل مدينة معينة أو في مركز معين. فنركز على الجانب الإعلامي أكثر من هذا الباب. شكرا. شكرا زميل. واحد من الهيئة الإدارية عنده تعقيب، عنده ملاحظة أو رد على استفسارات أو ملاحظات المؤتمر؟ إذا ماكو إذن أبو علي، تفضل. إذا خلصنا من الهيئة الإدارية إجاباتها، أنا عندي استفسار. والله يعني الهيئة العامة هي اللي تقوم بمؤتمرات المركز، اللي تقرر سياسة المركز، معايا حق؟ يعني تصدرين المؤتمر هو اللي يقرر سياسة المركز. يعني الهيئة العامة. صحيح، هي صحيح. الهيئة العامة، زين هي وينها الهيئة العامة؟ إحنا نعرف أكو هيئة عامة؟ إحنا وهذا السؤال أمس له يعني بالبداية. يعني أنا أرجع أأكد عليه. ما ناخذ اشتراكات، متفقة وياكم 100%. ما عندنا نشاطات بالمركز تحتاج أن ناخذ اشتراكات وأن نسوي كذا نو، بس إحنا نحتاج أن نسجل أسماء الزملاء الموجودين بالهيئة العامة، حتى يكون عندنا مرجع نقول هذول لازم يحضرون بالمؤتمر حتى يقررون سياسة المركز، لأن هم بس المخولين بإقرار سياسة المركز. هاي هي. شكرا جزيلا. شكرا. طيب زملاء، مع الملاحظات المطروحة بالنقاش اللي صار، التقرير خضع للتصويت مع الأخذ بالملاحظات أغلبها اللي جرى الحديث بها، اللي تغني التقرير الإنجازي، نخضع للتصويت. معمار هاي يمك بعد منو مع التقرير الإنجازي اللي قدمته الهيئة الإدارية؟ اللي ضد خلي يرفع أول مرة منو ضد؟ أول مرة منو ضد؟ شوفين اكو واحد لحد الآن ماكو. منو متحفظ؟ معمار ماكو. أستاذ شاكر واحد. إذن الأغلبية، إذا نقر التقرير الإنجازي بالأغلبية مع الأخذ بالمقترحات والملاحظات اللي ذكرت في المؤتمر. اسمحوا لي زملاء. اسمحوا لي. تفضل. ذكر أحد الزملاء، أعتقد زاحم، ذكر إنه لماذا نذكر أسماء بالنشاط الإعلامي اللي موجود. إحنا يهمنا الفرد، الإنسان العراقي الواحد. إذا شلنا الشخصنة وشلنا
الاسم وشلنا صرنا نحكي بالمجموع، وتأثيرنا يكون أضعف بكثير مما نشخص الحالة باسمها. كل صحيح. عراقي هو موضوع اهتمامنا وبالاسم. فأنا لست مع مزاحم، أعتقد هو الأخ اللي ترك شيء، أن يرفع الاسم من نشاطنا الإعلامي، يعني مثل علي الخياط أو خيال أو كذا، لا، يذكر بالاسم، عراقي هذا. فبالتالي أنا لست مع رفع الأسماء من النشاط الإعلامي. شكرا. شكرا جميل. ايضا ملاحظة إذن اضيف قبل بس احنا اضيفا من على اسمحوا ملاحظه لي اذا الزميل. تسمح لنا نعم. احنا من التقرير منا ان نخضع للتصويت بعد ما يصير نقاش، اوكي بس اوكي. للاسف انطرحت ملاحظه وهي بعد لازم نتوقف عندها. رفع اوريدي بصفاء. العفو زميل موفق. صار تصويت عليه بعد. هي صار تصويت عليه، بس هاي الملاحظه ممكن تتضمن بالتوصيات، ممكن دراستها من قبل الهيئه الاداريه الجديده واتخاذ موقف بها. شكرا. طيب زملاء، اعتقد يعني التقرير مكمل، التقارير كلها أكملت. عندنا الفقرة اللي بعدها هي الانتخابات، فهنا الهيئة الإدارية تحلنا بس يعني تنتهي، فنجري انتخاب الهيئة الإدارية. أكو عندكم مقترح الهيئة الإدارية القديمة؟ لكم مقترح لأسماء تقدم للهيئة الإدارية؟ أبو علي تسمح لي؟ نعم تفضلي. يعني أنا أشوف أنه إحنا ماكو داعي نسوي انتخابات. ليش؟ لأنه المركز، الهيئة الإدارية للمركز، أولاً لحد الآن إحنا ما نعرف الهيئة العامة. أوكي؟ اثنين، الهيئة الإدارية الحالية هي هيئة نشيطة بامتياز، يعني الفعاليات اللي سوتها فعاليات كبيرة على صعيد المرحلة السابقة. يعني إذا أريد أذكر أني من الفعاليات اللي سوتها، يعني هم بنشاطهم أصبحوا أعضاء في المنتدى العراقي لمنظمات حقوق الإنسان، أصبحوا أعضاء في منتدى جدا مهم، هذا منتدى تجمع منظمات حقوقية يضم أكثر من 10 منظمات. يعني هذا التجمع بحقوق الإنسان ويضم منظمات من الداخل والخارج وأكثر من 10,000 متابع له، وهو عضو مشارك في الاتحاد الأوروبي، ويعمل المنتدى على أن يكون عضو معتمد ومشاور لدى المنظمات الحقوقية والدولية. ومنسقه العام اللي بالعراق المنسق العام اللي بالعراق محمد السلام، زين، وتم تجديد إجازته بعد رحيل مؤسسي المركز. زين، المركز مالتنا حظى بعضوية تجمع تحالف الدفاع عن قانون الأحوال المدنية 188، وكلكم تعرفون هذا اللي يعني يدافع عن حقوق المرأة والطفل، كلكم تعرفوه ماكو داعي أقول. أيضا صار مشارك عضو في اللجنة الخارجية لمجلس السلم والتضامن العراقي. ما أريد أعدد بعد، الإنجازات كلها قدامكم شفتوا. فأني أقترح أنه ما نسوي انتخابات في هذا الاجتماع إلى حين المؤتمر القادم، لما نسوي الاقتراح اللي هسه احنا تقريبا هواية رادوا انه يتم تسجيل الهيئة العامة. شكرا يا معمار، هذا مقترح. اي مقترح كلش يعني واقعي. اي واحنا انت راح تخليني اذا افتح نقاش، انا شخصيا عندي هواي ملاحظات عليها، ما راح نقدر نطلع بنتيجه. هذا مقترح راح اقدمه للمؤتمر اذا قرروا، حتى بس خلينا نشوف اكو جزء تعديل شيء، يعني الهيئه الاداريه نفسها تريد تبقى ما تبقى، تريد تتعزز مثلا اعضاء 1 2 اكثر حتى يساعدوهم، يعني هي اكو ملاحظه جديه، يعني اغلبكم شرتوها وانت بالاخير ايضا شرتيها. احنا اذا ما نعرف
يجد الأعضاء، شلون نعرف أكو شرعية للمؤتمر؟ احنا لازم يتقدم في بداية المؤتمر تقرير اعتماد، نعرف ايش قد الأعضاء حتى نعرف ايش قد التصويت، من يحق له التصويت من ما يحق له التصويت. فالجماعة خليها يعني شوية عايمة القضية. لذلك مقترح كلش يعني عملي، إذا ما عندهم مانع يعني الهيئة الإدارية يواصلون العمل للتحضير لمؤتمر قادم. هاي الأمور كلها لازم تتناقش، وممكن عقد اجتماعات لمناقشة هاي القضية حتى يعني لدعمهم للهيئة الإدارية، ومن يجون على مؤتمر جديد اكو تقرير اعتماد، اكو تصويت، اكو عدد الاصوات، اكو من يحق للتصويت، اكو منو ضيف ما يحق للتصويت. اوكي. الهيئه الاداريه هذا مقترح قبل لا تحلون نفسكم، يعني انتم شنو عندكم راي او مقترح كان للهيئه الاداريه؟ ممكن ابو نسمع علي منكم انا عندي ابو نورس. اقتراح. ابو علي من تفضل زميل مزاحم. إضافة للاقتراحات يعني نضيف اقتراح هو الإبقاء على زملائنا في الهيئة الإدارية لما ذكرته زميلتنا العزيزة أم عمار لأعمالهم الجليلة بالمركز خلال هذه الفترة، وأعتقد هو مقترح إبقائهم مثل ما هم لنجاحهم هذا. شكرا جزيلا. شكرا. ابو نورس. اوكي زملاء، انا بدي انه استمع لرأي زملائي اللي شاركوني الفترة السابقة، وايضا يعني راح يجري الالتزام بالمقترح اللي اشارت له زميلتنا معمار. نحاول انه نثبت يعني اجتماع للهيئة العامة قبل انعقاد المؤتمر اللاحق. بالنسبة لي أنا شخصيا ما عندي مانع أنه أستمر بالعمل بهذه الهيئة. أنتظر من زملائي الآخرين اللي شاركوني الفترة السابقة في عملنا الجماعي أن يشاركوني بالعمل معي. شكرا زميل. اريد اسمع من زميل من عندكم من الهيئه الاداريه. تفضل. أنا شخصيا ما عندي مانع نستمر. شكرا زميل يقظة. وأنا ما عندي مانع أيضا بالاستمرار. شكرا زميل. وأنا ما عندي مانع. أعتقد الجميع ما عندهم. أوكي. ليش ما سمعت صوتي هاني؟ إذا تسمحوا لي. أنا ما حكيت، ما سمعت صوتك ليش؟ وأنت ساكت يعني معناه قابل. أنا أرشح العزيز شاكر المنذري يكون عضو عنا في مونتريال لنشاطه المجتمعي ونشاطه الثقافي في مونتريال. شكرا. شنو رأيك زميلنا شاكر؟ شاكر المنذري شخصية عظيمة إذا ضفناها إلى الهيئة الإدارية. أتمنى نسمع من عندك زميلنا شاكر، شنو رأيك؟ Unmute yourself دكتور شاكر. Unmute yourself. ما يسمع. أنا لن أكون إلا إضافة، وإذا كنت إضافة فيجب أن أكون إضافة نوعية وليس عددية. أنت إضافة نوعية أستاذ شاكر. عفوا. من خبرتي يعني عضو مؤسس بجمعية الإداريين العراقيين، عضو مؤسس بمجلس العمل العراقي في الإمارات، عضو مؤسس في عدد اللي ألمحت يعني الآن عندكم يعني شحة بالفكرة التنظيمية لإقامة هيئة سميها منظمة مركز كذا. فإذا تشوفون بي الخير أنا أتشرف بترشيحكم. بكل الخير. شكرا جزيلا. كلك بركة. أنت راح تكون عضو فاعل، يعني الهيئة الإدارية راح تكون أنت عضو فاعل بها، يعني أي مثل بقية الأعضاء، يعني ما راح تكون يعني أنت لا ضيف ولا صاحب خبرة لا أيضا. بالعكس، يعني صاحب خبرة مثل ما ذكرت وذكرت الزميلة ماجدة. فإذا أنتم الهيئة الإدارية إضافة للزميل شاكر المنذري راح تكون الهيئة الإدارية الجديدة. المؤتمر الكل متفقين وياهم؟ متفقين. مبروك على الجميع. مبروك على الجميع. شكرا. كل التهاني. شكرا جزيلا للجميع. شكرا جزيلا. شكرا زملاء أنا ما كنت سامع الأسماء أبو نورس. منو كان بلجنة الاعتماد؟ لجنة الصياغة ماجدة لا الصياغة والقرارات والبلاغ الختامي. البلاغ الختامي زميلنا مديح. وحدة؟
وحدها يعني انا راح اوكي، اشاركه وياه. ضروري يعد بها هي والتوصيات ويقدم لكم اياها وحتى انتم تقروها، يعني الهيئه الاداريه الجديده اوكي بكل بس زميلنا المقترحات مديح اللي جت يسمعني والتوصيات. وانا راح بس اتخاطب انا وياه. بس عندي ملاحظة. ان شاء الله، بس مو الليله. ممكن ماش لا، دواعي مليانة. ملاحظات، ان شاء الله ما يخالف. ممكن الموجودين الحاضرين هذا المؤتمر يعتبرون هم أعضاء بالمركز العراقي الكندي لحقوق الإنسان، نضيف هو أسمائهم. لازم واحد يعني، هو بعدين ورا المؤتمر يعني تتصلون بهم وشوفوا اذا لا، يعني هم محتاجين. موجودين الان، خاطر اذا تصير فد فرصه ندعيهم للجمعيه العامه. هي أنا هاي عندي نواة مقترح للهيئة للجمعية الإدارية العامة، تكون الجديدة نواة يعني. للجمعية العامة، نواة للجمعيه العامه بالضبط. نعم بالضبط. وش فكرة واحد يناقشها. أنا عندي نعم. مقترح لكم الهيئة الإدارية الجديدة، يعني ضروري يسوون اجتماع خاص لهاي الموضوع الأساسية اللي جرى النقاش حولها، قضية العضوية وقضية التنظيم، لأنه لازم نميز بين العضوية وبين التنظيم. تنظيم الهرمي هذا مرفوض، هذا في ظروف معينة غير يصير بعض المنظمات. أما المنظمات المدنية هاي ما تمشي بها الهرمية، اكو هيئة عامة وهاي. والتنظيم لازم ايضا يصير الحديث بموسع ويصير فهم واستيعاب له، يعني ما حتى الشركة هم يعتبر بها اعضاء وبها تنظيم ويقعدون مؤسسة كاملة وهم يجتمعون. فلازم يصير اجتماع لمناقشته وحتى تخرجون برؤية واضحة، لأن هذا المؤتمر يعني المؤتمر الجاي من تعقدون المفروض ما يصير بهذه الطريقة، يعني بدون اوكي، انا بدي انه يعني ختاما راح نوجه رسائل لكل الحاضرين الان لاخذ رايهم، وبالتالي يدونون كنواه للهيئه العامه، نتشاور معها ونتخاطب معها في كل شؤون تتعلق بعمل المركز. شكرا. اعتقد يعني نختم المؤتمر. ابو علي نعم عزيزي، عندي فد ملاحظه صغيره. تفضلي. انا اقول بما انت مطفيه الكهرباء عندك؟ عيوني لا، مدى افتح الضوء ما اريد اقوم من مكاني. اوكي بالظلمه هسه. زين. انا اقترح بما انه احنا حاضرين هسه، الاسماء الموجوده هي قدامنا الحضور، راح نسجلهم. إذا ما يعترض واحد منهم، في حالة اعتراض يقول لا ما أريد تسجلون اسمه، فقط نشيل اسمه. بس إذا هسه هذول اللي موجودين حاليا نسجلهم كهيئة عامة ضمن الهيئة العامة، otherwise اللي يعترض يقول أنا ما أريد أسجلون. لا، يصير اتصال بهم عمار أحسن. راح يصير اتصال بهم. يصير اتصال بهم أحسن. هي صيغة إرسال رسالة أيضا مقبولة. رسالة بشكل رسمي، ليش لا؟ رسالة بس أعتقد يعني زملائنا إذا تدرون يعني من تخاطبتوا معاه أو اللي دعاكم تدزوا لنا الإيميل مالتكم، خاطر نقدر نتخاطب، ما تبقى فقط من خلال التليفون. إذا عندكم تليفونات الكل. لا هي فكرة جيدة أنه لا، شلون حضروا؟ لازم عندكم صلة من خلال الإيميلات. نعم، أو مجموعة تصير على الواتساب. طيب شكرا. يعني نوعد الزملاء، يعني احنا ما عندنا اجتماعات هرمية مثل ما أشار زميلنا أبو علي، عندنا فقط هذه الجمعية العامة تعتمد في نقاشاتنا وفي إرساء أرضية قد تكون بداية جديدة للمركز، إلها فد آفاق متطورة لاحقا، ومن شأنها من خلالها يعني من خلال هذا المؤتمر قد تكون خطوة أيضا للتداول هذا الهيئات لكي تثبت فد وجود على الساحة الكندية. شكرا. شكرا لحظة واحدة إذا سمحوا لي. تفضل. لحظة واحدة إذا سمحوا لي. تفضل. أنا الفريت من كندا وينزر، ولو نرجع أهلا هلا بكم. تحياتي لكم جميعا. يا هلا. نرجع شوية للخلف. أكو أحد الزملاء تحدث عن عدم مشاركتنا بالانتخابات البرلمانية، فصوته كان يتقطع، ما افتهمت، بس توضيح رجاء بلا زحمة. والله ممكن هذا بعدين تسأل أبو نورس عدة تفاصيل
لانه نعم احنا نعم بعد ما أنا نقدر أخابرك عليها. يخابرك ويطرح لك اياها. يلا مع اوكي، السلامة وشكرا على شكرا شكرا يا ابو، لحضوركم، شكرا على شكرا مساهمتك، لحضور جزيلا. الجميع، شكرا شكرا يا ابو على علي، الحضور، شكرا للجميع. شكرا أبو علي. شكرا شكرا جزيلا. عمار، شكرا وانجاز لكم جميعا. المؤتمر ونجاحه. شكرا شكرا لكم، شكرا. يلا شكرا مع لجميع السلامة، مع الحضور، السلامة. شكرا شكرا لجميع لكل شكرا لكل الحاضرين. الحاضرين. شكرا. حياتنا شكرا ام للجميع. عمار لاداره الجلسه. شكرا ام عمار، شكرا مديرة شكرا أنا شكرا ممنونة، لكم، متمرسة. تدللون. شكرا لكم، شكرا شكرا. جميعا. مع السلامة، تصبحون على شكرا خير. مع جزيلا، مع السلامة، السلامة. مع السلامة، تصبحون مع على خير. السلامة. وانتم بألف خير. اوكي. الباب بس خلي ام عمار، كيف الصحة؟ ما ادري الله خدتي. يخليك أستاذ شاكر، شلون ممنونة جدا. كيفك؟ شلون احوالك؟ ان شاء الله بخير. الله يحفظك، يخليك الله. تمام. لا أزال حية أرزق. مو حية، عمرك لا حية، طويل. فعالة. الله يعطيك العافية والصحة ان شاء الله. عمرك طويل وأعمار الطغاة قصار. ألف شكر أعزائي، ممنونة جدا. شكرا، اهلا وسهلا. طايل الكاميرا. شكرا، ممنونين. تغطي وجهك، كتبت لك رسائل على الساعة. ما وصلت لي، لا ما وصلت لي، بس أنا عندي مطفاية هنا. وين زيد حبة؟ ايدك تصير كلها شاشة. زيد هو مين المتكلم؟ يلا باي باي. زيد موجود ولا ما موجود؟ موجود، بس يمكن البعض طلعوا. هذا زيد طلع. اوكي. انا اعرف ابن أنا أدز لك تليفونه. وانا بالحقيقه اذا صارت لي فرصه ان اصل المونتريال بودي انا وماجده زوجتي ان نلتقي بيك ان شاء الله. اهلا وسهلا، هلا بكم وكل سنه. على ذكر البناء الهرمي، في منظمه في مونتريال انا اشتغل وياها، كان عندنا تشكيل من 3 جهات، بس اسمح لي بيها. نعم. اول شيء سميناه فريق الاداره والهيئه العامه، وشكلنا هيئة استشارية فقط لاستشارتهم. هذا مش هرمي، هذا حقيقة هي هيئة عامة وفريق إدارة. وليش احنا خايفين من الهرميات؟ الهرم شكل من أشكال التنظيم بس. صحيح بس طبيعة يعني انت يعني مو غريب على كندا، انا اعتقد طبيعة العمل بكندا وتباعد المسافات يعني يخلي مثل هيك لقاءات بيها نوع من الصعوبة. يعني إذا بهيك حالة يعني تتكلف الهيئة الإدارية أن تتواصل ويا جزء محدد من هذه المجموعة، هذه ما نجحنا بها للأسف. نعم. يعني ممكن نطور فد أسلوب للعمل بيناتنا بشكل أو بآخر ممكن. إذا جلسنا جلسة أخرى ممكن. نعم ممكن إن شاء الله. عزيزي أنا سعيد بالتعرف بك. أهلا بك أستاذي، أهلا بك، حياك الله. هذا بفضل أبو سما، هو اللي والله أبو سما كله خير هو. الله يسلمك، أنت الخير والبركة. شكرا. وشاكر، أنا أشكرك قبل ترشيحي، وهذا شرف أن تكون ويانا. ابدا، الشرف ان اذا قدرنا نحقق فد شيء لاهلنا يعني انا مستعد ان استمع لاي ملاحظات ونعمل معا من اجل العراق. نعم. هذا انا اعتقد ابو نورس لازم نعقد اجتماع للهيئه الاداريه الجديده بعد هذا المؤتمر، خلينا نقول خلال اسبوعين او خلال الشهر القادم. اوكي ماكو مشكله. في اقتراح نحدد هواي قضايا. فريق الاداره وليس الهيئه الاداريه. فريق الاداره وحتى اخف يعني شويه. نطرح امكانيه انه اذا زميل من الزملاء يحب اكثر خبره من عندي، اكثر عطاء من عندي، واحد ممكن يساهم. نعم نسمي فريق يروح فريق إدارة. احسن من كلمه لجنه ومجلس وسكرتاريه. فريق الاداره. اوكي يعني مقترح هذا اولي. اوكي شكرا لكم. تحياتي عزيزي جميعا، تصبحون على خير، وراح اسد الكهرباء. شكرا ام عمار، شكرا. الكهرباء راح اطفي الكهرباء. انا عمار طفت الكهرباء عمار. تسلمون، تصبحون على خير. تصبحون على خير.